السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو اليوم من كتاب قطر الندى في الرياضيات الترم الثاني من صفحة 194 وحتى صفحة 198 بعنوان الدرس السادس، درس رقم 6 في الفصل ال11 بعنوان المحيط بمعلومية المساحة وطول أحد الأضلاع. درس جميل، درس سهل، كلها معلومات احنا اخدناها قبل كده. خليكم معايا لاخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش لايك للفيديو. اللي اول مره بيشوف قناتي وعجبته القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناه. ونبدا بسم الله. معايا هنا مراجعه، اول صفحه مراجعه سريعه على درس الوقت. أكمل تمثيل الأوقات الآتية على ساعة العقارب والساعة الرقمية كما بالمثال. الساعة معايا كام يا قدامي هنا؟ الساعة كام؟ الساعة 6 على الساعة العقارب، عشان لقيت ان العقرب القصير على 6 والطويل على 12 يبقى تقرأ معايا 6. أو السادسة هنا ساعة الأرقام، من على الشمال قلنا بنقرأ الساعات واليمين الدقائق، يبقى هنا الساعة 6 كده، وهنا طبعا اصفار مكان الدقائق. تمام. بيقول لي بعد 30 دقيقة الساعة كام؟ كان بعد 30 دقيقة هتبقى 6 ونصف، اللي هي 36 دقيقة. تعال نشوف المثال اللي بعد كده. الساعة 7 يا حلوين. بيقول لي بعد 6 ساعات، هعد 6 ساعات من بعد الساعة 7 كده هتكون الساعة 1. همثلها على ساعة العقارب، هيكون العقرب القصير اللي بيقرأ الساعات على 1، والعقرب الطويل اللي بيقرأ الدقائق على 12. وعلى الساعة الرقمية من الشمال هكتب 1، رقم 1 عشان الساعة 1، وفي الدقائق هكتب صفار. طب الساعة هنا الساعة 3، بعد 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص من بعد 3 هتكون الساعة 6 ونص. يعني العقرب القصير على 6 والطويل على 6، وتقرأ الساعة 6 ونص، والنصف ساعة فيه كام بقى؟ عشان نكتبها على الساعة الرقمية في 30 دقيقة، يبقى الساعة 6 و30 دقيقة. دي كانت مراجعة سريعة على الوقت. وطبعا كلنا عارفين انه الساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، والربع ساعة فيه 15 دقيقة، والثلث ساعة فيه 20 دقيقة، والنصف ساعة فيه 30 دقيقة، وهكذا يا سنة تالتة. المفروض نكون فاكرين الكلام ده. تعلم. الصفحة اللي بعد كده، تعلم تذكر أن بيذكرك بإيه بقى؟ بمساحة المستطيل. وعارف مساحته ازاي؟ اجيب طوله وعرضه. مساحة المستطيل احنا اخدناها الطول في العرض. المستطيل الطول في العرض بيدينا المساحة للمستطيل. طب لما يجيلي الطول وعايز العرض، يبقى المساحة، مساحة المستطيل على العرض بيدينا الطول. طب العرض وطالب عايز العرض، سوري، ومعاك الطول، يبقى مساحة المستطيل بيساوي العرض، المستطيل بيساوي مساحة المستطيل على الطول. تمام. القوانين دي المفروض نكون حافظينها ونحفظها. هنحل عليها بقى. اوجد اطوال اضلاع المستطيلات المجهولة ثم احسب المحيط كما بالمثال. معايا مستطيل وجايب لي مساحته وجايب لي طول ضلعه، عايز عشان اجيب محيطه. طبعا عارفين المحيط الطول زائد العرض في 2. طب هو جايب لي المساحه وجايب لي الطول، يبقى العرض هو المجهول. يبقى العرض هيكون ايه بقى؟ المحيط قدامي، العرض هيساوي مساحه المستطيل على الطول. نترجم الكلام ده. مساحه المستطيل اللي قدامي 12 على الطول اللي هو 4، يعني 12 على 4 بيساوي 3، يبقى العرض معايا 3. اقدر اجيب المحيط بقى طالما معايا طول وعرض. المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2، هيبقى 4 زائد 3 في 2. 4 زائد 3 كام يا شطار؟ 7 في 2، 7 في 2 ب 14 سنتي. المستطيل اللي بعد كده جايب لي المساحة 28 سنتي وجايب لي العرض 4 سنتي، عايز الطول. احنا قلنا فوق الطول المستطيل بيساوي مساحة المستطيل على العرض، المساحة على العرض، يبقى الطول، المساحة بتساوي الطول بيساوي 28 اللي هو المساحة على العرض 4. 28 على 4 بيساوي 7، لأنه في جدول الضرب 7 في 4 ب 28. أجيب المحيط، الطول زائد العرض في 2، هيبقى 7 زائد 2 في 2، سوري 7 زائد 4 في 2، 7 زائد 4 11 في 2، ال 11 في 2 ب 22 سنتيمتر. المستطيل اللي معايا مساحته 6 سنتيمتر مربع. أجيب عرضه ازاي؟ وجايب له طوله 3، يبقى المساحة على الطول هتدينا العرض، يبقى العرض بيساوي 6 على 3 بيساوي 2 سنتي. المحيط، أجيب المحيط بقى 3 زائد 2 في 2، 3 زائد 2 في 2، 3 زائد 2 ب5 في 2 بيساوي 10 سنتي. تمام. يبقى أنا كده عرفت لو جايب لي مساحة المستطيل أعرف أجيب طوله أو عرضه ازاي، وبالتالي هجيب المحيط. طب الصفحة اللي بعد كده، ارسم مستطيلان لهما نفس المساحة واحسب محيطهما كما بالمثال. ازاي بقى يا حلوين؟ سهل جدا.
هو هنا جاب لي مستطيلين مساحتهم 40 سنتي، ورسم لي مستطيلين بس ايه بأبعاد مختلفة، بس المساحة بتكون بس لهما نفس المساحة. تمام كده 40. فجأة اللي بضربه في جدول الضرب عوامل ال 40 ايه؟ اللي بضربه في جدول الضرب بيدينا 40، الخمسة في 8 ب40. يبقى انا هرسم مستطيل ابعاده 5 و8، طوله وعرضه 5 و8. وايه تاني بضربه في جدول الضرب بيدينا 40؟ هتقول لي ال10 في 4 ب40. يبقى هرسم المستطيل التاني ابعاده 10 و4. وبيستنتج هنا قال لي انا لاحظت لما جاب المحيط ولكل مستطيل، قال انا لاحظت ان المستطيلات التي لها نفس المساحه ليس شرطا ان يكون لها نفس المحيط. يعني المستطيلين لهما نفس المساحه اللي هي 40 يا حلوين، لكن المحيط الاول طلع 26 والمحيط الثاني 28. يعني مش شرط الاثنين يكون لهم نفس المساحه يبقى لهم نفس المحيط، لا المحيط بيختلف. تمام. المستطيل اللي بعد كده المثال اللي بعد كده وهنفهم بقى. المساحة عندي 30 سنتيمتر مربع، وبيقول لي ارسم مستطيلين مختلفين لهما نفس المساحة. ما تلخبطش، هشوف في جدول الضرب ايه العوامل ال 30. يعني ايه اللي بضربه رقمين بضربهم في بعض بيدونا 30. اول رقمين معايا الخمسة والستة، يبقى اول 5 في 6 ب30. مش احنا مساحة المستطيل بتكون الطول في العرض؟ فانا عشان كده بقول لك شوف بقى في جدول الضرب. تمام. مساحة المستطيل عارفين الطول في العرض، يبقى انا الطول في العرض هيديني المساحة. طالما المساحة معايا يبقى انا هشوف ايه الرقمين اللي بيدوني المساحة في جدول الضرب. يبقى الخمسة في 6، يبقى هرسم مستطيل طوله 6 سنتي وعرضه 5 سنتي. ارجع تاني خلاص خلصنا من 5 في 6، اشوف من عواملها ايه كمان، ايه اللي بضربه في بعضه بيدينا 30 يا حلوين. ال10 في 3 ب30. وحد تاني يقول 2 في 15 ب30. تمام. يبقى انا هنا رسمت مستطيل طوله 10 وعرضه 3. كده انا ماشيين صح. ده هيديني مساحة 30 سنتيمتر مربع، وده هيديني نفس المساحة 30 سنتيمتر مربع. المحيط بقى الطول زائد العرض في 2، 6 زائد 5 في 2، 6 و5 11. طب في 2 11 في 2 ب 22 سنتي. المحيط 10 زائد 3 في 2، 10 زائد 3 ب 13 في 2، 13 في 2 ب 26 سنتي. تمام كده يا حلوين. اللي لسه ما ضغطش لايك للفيديو ومعايا لسه مكمل الفيديو، يا ريت ما ينساش يضغط لايك للفيديو. رقم 3، اوجد محيط ومساحة الاشكال الاتية كما بالمثال. المثال اللي معايا هنشوف المثال اللي بعده محلول عشان وقت الفيديو. هنشوف اللي بعده. رسمت جودي 4 مربعات متطابقة كما بالشكل. جودي رسمت 4 مربعات كده متطابقة، يعني المربعات زي بعضها بالظبط كده. مساحة المربع الواحد 4 سنتي، مساحة المربع 4 سنتي، والمربع طول ضلعه 2 سنتي. يعني كل مساحة مربع من الأربعة 4 سنتيمتر مربع، وطول ضلعه 2. تعالوا نجيب محيط الشكل. شوفوا يا حلوين، المحيط الشكل ده كله الاتنين اتكررت كم مرة؟ كم ضلع عندي للأربع مربعات؟ يبقى 8 أضلاع. المربع الواحد له 4 وأربع مربعات. اما اجي كده اما اجي اعد 1 2 اللي هو المساحه، المحيط سوري اللي هو الشكل الخارجي، المحيط 1 2 3 4، هعد نلاقي الثمانيه دي الاثنين اتكررت 8 مرات. يبقى الاثنين هجمعها مع نفسها، ده جمع متكرر كده 8 مرات، 2 زائد 2 زائد 2 لحد ما اوصل 8 مرات. هيدينا كام؟ 16 سنتيمتر مربع. او اقول ايه، اسهل على نفسي، مش الثمانيه الاثنين اتكررت 8 مرات، هقول الاثنين في 8 بيساوي 16 سنتيمتر. طبعا نفس الناتج سواء بطريقة الجمع المتكرر أو بطريقة الضرب. مساحة الشكل المرسوم بقى، الشكل كله هو مساحة المربع الواحد ب4 سنتيمتر مربع. يبقى المساحة للشكل كله 4، هضربه في 4 في 4 بقى 4 في المساحة كام؟ في 4 في مساحة المربع الواحد هتساوي 4 في 4 بتساوي 16 سنتيمتر مربع. تمام كده. رسمت نهال شكل مكون من 6 مربعات متطابقة، 6 مربعات مساحة كل واحد منهم 4 سنتيمتر، وطول ضلع كل واحد منهم 2 سنتيمتر. الاتنين هتتكرر معايا كم مرة يا حلوين؟ هلاقيها 10 مرات. ما هو كل طول ضلع الست ايه؟ مربعات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مش المحيط اللي هو الشكل الخارجي؟ عدد اضلاع الشكل الخارجي.
يبقى المحيط الاتنين هجمعها مع نفسها 10 مرات بتساوي 20 سنتيمتر، او هقول 2 في 10 اللي هو 10 اضلاع. تمام، 2 في 10 بيساوي 20 سنتيمتر. مساحة الشكل المرسوم بقى، مساحة المربع الواحد كام؟ 4، يبقى 4 في مساحة المربع الواحد، لانه احنا عارفين انه مساحة المربع، كل دي قوانين، مساحة المربع بتساوي طول الضلع في 4. تمام، هو انا عندي المساحة 4، مساحة المربع الواحد في 4، يعني اجيب مساحة الشكل كله، يبقى 4 هضربها في 4، 4 في 4 بيساوي 16 سنتيمتر مربع. تمام يا حلوين. الصفحة اللي بعد كده تحدي الرياضيات. كيف يبدو شكلي؟ دي خمن بقى. أنا مستطيلا أو مربعا، مساحتي 16 وحدة مربعة، طولي أقل من 10 وحدات، فكيف يبدو شكلي؟ مسائل حلوة المفروض أسيبها لكم تحلوها لوحدكم، هنشرح معاكم علشان نكون فاهمين. مساحتي، هو المستطيل بيقول أنا أو مربع، مساحتي 16 وحدة مربعة، طولي أقل من 10 وحدات، يعني الطول هيكون أقل من 10 والمساحة 16. قال لي نبحث في عوامل ضرب العدد 16. يعني ايه في جدول الضرب؟ بضربه رقمين بضربهم في بعض بيدونا 16. 2 في 8 ب 16، 1 في 16 ب 16، 4 في 4 ب 16. المربع معايا هيكون ايه؟ طبعا عارفين المربع اضلاعه متساوية، هيكون 4 في 4، يبقى المربع هيبقى شكله كمربع 4 في 4، يعني 4 كل طول ضلع 4، يبقى 4 4 4 أطول أضلاعه يعني. المستطيل هو قال لي هنا طولي أقل من 10 وحدات، يعني هختار معايا بقى العوامل ايه اللي هي 2 في 8، هيبقى طوله 8 وعرضه 2. بعد كده أنا مستطيل، مساحتي 24 وحدة مربعة، طولي أقل من 8 وحدات، فكيف يبدو شكلي؟ نبحث في عوامل ضرب العدد 24. ايه في جدول الضرب بيدينا 24 رقمين بضربهم في بعض، الأربعة في 6 ب 24، طيب الاتنين في 12 ب 24، والتلاتة في 7 ب 24. قال لي هنا أنا طولي أقل من 8، يبقى أنا هختار أي عوامل بقى؟ يبقى الأربعة في 6، هيرسم مستطيل أبعاده 4 و6. تمام. أنا مستطيل مساحة 12 وحدة مربعة، عرض 3 وحدات، فكيف يبدو شكلي؟ هرسم مستطيل. هنبحث الأول في عوامل ضرب العدد 12. هيكون معايا 2 في 6 بتساوي 12، 3 في 4 بتساوي 12، 1 في 12 بتساوي 12. هو قايل لي عرض 3 وحدات، يبقى هرسم مستطيل عرضه 3 اللي هو 3 في 4، عرضه 3 وطوله 4. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم الفيديو، واسفة على صوتي. الحمد لله. اللي معايا لاخر الفيديو يا ريت يكتب لي في الكومنتات، واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.